يا مغاربه انتوا وحشين، اقسم بالله انتوا وحشين. انتوا زي ما شجعوناش امبارح في ماتش السنغال، يعني شجعونا يا اخي، شجعونا عشان نصعد معاكم يا اخي. ايش معنى انتوا؟ بصوا يا جماعه من الاخر، الفكره دي كلها غلط. اول حاجه جماهير المغرب، جماهير المغرب او اي جماهير عربيه عمرها، حتى مصر احنا برضو عمرها ما كانت تتمنى امبارح منتخب مصر يصعد للنهائي. اول حاجه ليه بقى؟ اول سبب، احنا في بين العرب حساسيات، بين العرب حساسيات وزاد في الكوره. تخيل بقى انت بتلعب نهائي عربي، فرقتين قدام بعض، مصر والمغرب، هيحصل ايه؟ هيحصل ايه في الماتش وبعد الماتش وقبل الماتش والحوارات اللي انتوا عارفينها دي كلها؟ ففي حساسيه، في حساسيه، الماتش مش هيكون عادي، ماتش صعب. السبب الثاني، التعامل مع اللاعب العربي مختلف خالص غير التعامل مع اللاعب الافريقي. اللاعب الافريقي مهما كان قوته بالنسبه لنا احنا كعرب برضه هنتعامل معاه، لكن كلاعب عربي لا، فيها صعوبه شويه، فيها صعوبه شويه. تمام؟ بالرغم ان اللاعب الافريقي حتى لو قوي وممكن يكون اقوى من اللاعب العربي مليون مره، كفكر كلعب ككل حاجه، بس برضه هيفضل افريقي والتعامل معاه اسهل بكتير مع اللاعب من اللاعب العربي. تمام؟ دي الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه والاخيره، انا كمصري اهو بقولها اهو، انا لو كنت صعدت امبارح في ماتش السنغال ما كنتش احب ان المغرب تتاهل وتصعد النهائي لنفس الاسباب اللي قلتها من شويه. ففكره بقى ان احنا مش عارف ايه، انتوا ما شجعتوناش والكلام الفاضي الهاري ده اسمه هاري. المغرب مش مطالب انها تشجعنا، اي منتخب عربي مش مطالب انه يشجعنا، ولازم نفهم ان ده في الاخر ده اطار كوره، اطار كوره، اطار كوره قدم، كلام فاضي. لكن كشعوب هبأكد عليه، كشعوب بينا كحب، بينا حب اصيل بينا وبين المغرب، غير كده مش اكتر ولا اقل. سلام عليكم.